بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض أكلة المقرمشات. إيه المقرمشات يا رنودي؟ المقرمشات اللي هي البانيه المقرمش اللي هو بتاع المطاعم. تعالوا نشوف مع بعض ونشوف أسرار المطاعم فيه. يلا تعالوا بينا. وادي البانيه بتاعي متبلاها ببصل وملح وفلفل، وده الدقيق، ومعايا اللي هو المقرمشات، ومعايا ملح وفلفل ومعلقه نشا. هننزل بيهم التوابل بتاعتي، هننزل بيها على الدقيق. انزل يا باشا، وانزل بقى بحبه الميه، ما نكترش، انا عايزه سمك معين. قلب 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 قلب. ما ننساش يا جماعه اللايك والاشتراك، ونعمل كومنت بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. انزل بقى يا متدلع كده، ايوه حبه كمان، قشطه، حلو قوي كده. عملت خلاص عندي اهوت. بنزل الفراخ في المعجون عندي اللي هو الدقيق بالنشا والتوابل، واخد منه اقوم نازله على المقرمشات زي ما احنا شايفين كده. انا قلت بقى انزل بيه كده كله في الخلطه بتاعتي. احنا كلنا شايفين سمكها اهو يا جماعه. بنتبلها، واحنا بنتبلها نضغط عليها نفردها. انا عايزه اقول لكم لما تجربوها فعلا ألذ مقرمشات، بانيه مقرمش. اهي يا جماعه، ده شكلها يا امارات. بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه. وهنا بقى سخنا الزيت بتاعي، ايوه، ونزلنا بالبانيه. هنحط قطعه والتانية اهوت، ننزل بقطعه كمان، ونبدأ نخلي النار متوسطة عشان يستوي البانيه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم ما شايفين كده، لا بيتفكك مثلا في الزيت ولا بينزل المقرمشات بتاعته ولا بتنفصل عنه، يعني بسم الله ما شاء الله تحفة. اهم حاجة نضغطه كويس. الله على الالوان، الله الله الله، بجد تسلم ايديك يا رنودة، يا الواناتك يا تركاتك، ولا سر مطاعم ولا اي حاجة، كل الموضوع في الخلطة. يا الواناتك بجد، يا الواناتك. وقرمشتها بقى، قرمشتها دي حاجة تانية كده، تحفة. ودي تاني طاسة اهي يا جماعة، وزي ما شايفين الزيت يعتبر نضيف قدامنا. هنيجي بقى نعمل الكولوسلو، سلطة الكولوسلو. نزلنا بزبادية وعليها مايونيز. اظبط الكلام يا عم. ده الدريسنج بتاعه، ودي حبة خل، ومعلقة الملح، وننزل بقى بحبة عسل ابيض. انزل يا متدلع، قلب 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 قلب. ايوه بقى، تحفة بجد. وهنا بقى نخرط الكابوتشا بتاعتي اللي هي الكرنباية الخضراء الصغيرة، ترنشات رفيعة، ونبشر الجزراية، وبرضو نزلنا على الدريسنج بالكرنب والجزر. نقلب بقى. مش عايزة اقول لكم كانت قطعة سلطة الكول سلو، والله العظيم الاكل ده ما يفرق عن بره حاجة.
ويكفي انه معمول في البيت وبنظافة وبإيديكي وبحب لولادك والأهل بيتك طبعا. تسلم إيديكي يا رنوضة، شكل سلطة الكول سلو أصلا تشهي، والصوص بتاعها جميل. جينا بقى للبانيه بتاعنا، مستوي وجميل من جوه، تحفة. عايزة اقولك صوت القرمشة بتاعته ولا طعمه خرافة بجد جامد. نعمل منه بقى احلى سندوتشات. ادي كول سلو، قشطة عليك يا رنودي، اهم من الشغل ظبط الشغل. وننزل بقى بقطع البانيه. انا بالنسبه لي كفايه القطعتين دول، لكن عشان الحبايب زودنا لهم قطعه. قولولي بقى لو ده من بره هتجيبوه بكام؟ بجد بألف هنا وشفا.